87 لما أول حوار أمريكي فلسطيني وقع هنا في تونس وبطلب من الرئيس الراحل ياسر عرفات وبطلب من القيادة الفلسطينية. وهذا بعد تبعوا، وتعرف الأمريكان ما كانوش يستعرفوا بالفلسطينيين، فأول لقاء رسمي أمريكي فلسطيني وقع على أرض تونس. وبعدها تبعوا الحوار الإسرائيلي الفلسطيني الأمريكي الإسرائيلي، معناها دخل طرف ثالث. وهذا وصل إلى مؤتمر مدريد، ومؤتمر مدريد وصل إلى أوسلو، وأوسلو حتى في تونس هنا كان رئيس الخارجية النرويجي اللي كان يسهل في عملية السلام كان يزور تونس. وهذا الكل وصل الإخوة الفلسطينيين إلى أنهم يرجعوا إلى بلدهم وإلى فلسطين. ورجع ياسر عرفات ورجعت القيادة الفلسطينية ورجع الشعب الفلسطيني على أرضه، قطعة من أرضه. بعدها بطلب ملح من القيادة الفلسطينية ومن الرئيس عرفات نفسه أن تونس لتسهيل عملية السلام تفتح مكتب في غزة. شرط من الطرف الآخر أنه لا يفتح مكتب في غزة إلا ما يفتح مكتب في تل أبيب. وهو حتى الدخول إلى غزة كان يعطيك الصحة، معناها كان مطار غزة كان في يدهم. أنا زرت فلسطين وقابلت الرئيس الراحل عرفات وأبو مازن والقيادة كذا، فكنا لما نهبط في غزة ونروحوا باش يشوفوا عرفات كان المطار في يدهم هما. فبطلب وإلحاح من الجانب الفلسطيني ومن الرئيس عرفات شخصيا فتح مكتب لرعاية مصالح تونس في تل أبيب، وعين الأخ خبيث الجناوي وقاس ما قاس وعانى ما عانى مدة 10 أشهر. عائلته كانت موجودة هنا، وهو الحقيقة لو لم يطلب منا الجانب الفلسطيني هذا ما كان يفتح. ولما تأزمت ولم نهرول، تونس ما هرولت باش تروح وتذهب لإسرائيل. لما تأزمت وزار شارون المسجد الأقصى وداس الأرض المقدسة في الحرمين، الحرم الأول، قررت تونس أنها تسحب ممثلها وتطلب من الممثل الإسرائيلي هنا أن يغادر تونس. ومن سنة 2000 إلى يومنا هذا ليس لي علما بأي اتصالات رسمية مع ما بين تونس وإسرائيل. هنالك لما تفضلت أنه يمكن في علاقات تجارية أو مصالح ما بين أشخاص، لكن ليس رئيس الدولة مع الموساد يا أخي هذا الشيء اللي نجهله ما نجمش نتكلم فيه. أما الشيء اللي نعرفه إلى غادرت وزارة الخارجية في 2005 أنه ليس هنالك أي اتصال رسمي ولا وفد تونسي زار ولا وفد إسرائيلي جاء تونس. وقامت القيامة حتى أيام السماسي لما كان ممثل أو وزير باش يجي هنا وتتفكر ردة الشارع وردة الشعب التونسي على هذا. فالحقيقة وزارة الخارجية بريئة من أي اتصالات أو علاقات مع إسرائيل في 10 أو 11 سنة الفارطة.